السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بقالي فترة طويلة كده نفسي واخدة ان انا اعمل جاتوه، بس مكسلة، ما تعرفوش بقى من الحر ولا ايه. واحد مفرهد كده من الحر فمش قادر يعمل حاجة. بس النهاردة اتشجعت وقلت لا، لازم اقوم اعمل كده الجاتوه اللي نفسي فيه. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نبدأ الفيديو. عندي كده 4 بيضات، البيض كان في التلاجة، عندي معلقة كبيرة محسن جيل، المحسن كان موجود في الفريزر، وعندي المية 60 جرام مية كان فيها تلج، وعندي 90 جرام دقيق، و40 جرام نشا، عندي معلقة صغيرة بيكنج باودر تكون ممسوحة، وعندي 125 جرام سكر. حطيت الفانيليا سايلة، حطيت 4 فانيليا باودر، وحطيت كمان نقطة من ريحة الموز، ومعلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة كده خل. حطيت كل المكونات بتاعتي مع بعض وبدأت أضربها كده بالمضرب. لو عندك عجان هتاخد معاكي الضرب بتاعه من حوالي من 5 دقايق ل7 دقايق ضرب، لكن بالمضرب هتاخد معاكي حوالي 10 دقايق. هحط الخليط كده جزء منه في الصاج من تحت، وأبدأ أفرد ورق الزبدة. الخليط ده يا بنات بيتحط المفروض في صاج مقاس 30 في 40، لكن زي ما احنا شايفين كده انا ضربت بالمضرب فهحطه في صاج اصغر منه، اللي هو مقاس 37 في 25. هبدأ بقى انزل الخليط بتاعي وابدأ اساوي الخليط في الصاج كويس. الفرن طبعا زي ما احنا متفقين من قبل كده ان الفرن يكون شغال من اول ما بدأت احضر المكونات بتاعتي، وابدأ اشتغل في ضرب الاسبونج على اعلى درجة حرارة. الصاج بيتحط على اعلى درجة حرارة، تمام. بياخد معاكي في الفرن من حوالي 10 دقايق ل15 دقيقة، وتكوني حاطة كمان صينية فيها مية في الفرن من تحت علشان خاطر الاسبونج بتاعك ما يتلسعش منك. خلاص فردت الاسبونج بتاعي، اديله كده خبطتين وادخله الفرن. هياخد معايا كده، انا اخد معايا 10 دقايق بالظبط علشان كان الفرن عندي سخن من قبل. سلكت الجوانب كده بالسكينة كويس، وبعد كده حطيت ورقة زبدة من فوق وغطيتها لحد لما تبرد. بعد ما الصاج بتاعي كده برد وارتاح شوية، فاخدت بقى الصاج كده قلبته على وشه، وعلشان خاطر اطلع ورق الزبدة اللي هو موجود من تحت. طبعا احنا مسلكين الجوانب فهيطلع معايا بسهوله. شلت ورق الزبده. ورق الزبده ده كنت اول مره استعمله الصراحه، فكنت مقلقه منه وخايفه، فحطيت ورقتين زبده مع بعض. بصي السبونج بتاعي واخد لون موحد، مفيش اي لسعه فيه. ده عشان خاطر حطيت صينيه فيها الميه زي ما قلت لك كده في الفرن. رجعت قلبت السبونج تاني على وشه عشان خاطر ان انا اشيل الطبقه اللي هي من فوق، زي ما احنا متفقين مع بعض ان الوش ده فيه الزفاره بتاعه البيض. كده خلاص نضفت الوش بتاعه. هبدأ بقى اقسم الاسبونج بتاعي لنصين، اخد المسطره كده وبقيس علشان خاطر النصين يبقوا مظبوطين معايا. بصي الاسبونج بسم الله ما شاء الله هش خالص وخفيف، والاسبونج عالي، يعني مش زي اي جاتوه ممكن تكوني جايباه من بره. ده الميزه بتاعت ان انت تعملي الاسبونج بالميه المتلجه. والدقيق ده يا بنات والله ده دقيق غله، ده من عند بابا، يعني مش مثلا مشتريه الدقيق من بره ولا حاجه. هعمل بقى الكريمه. حطيت كوبايه لبن، اللبن كان متلج خالص، ده كان تلج، ومعاها ربع كوبايه سكر، وضربتهم كويس لحد ما السكر داب كله. حطيت كوبايه كريمه ومعاها معلقه كبيره باستري كريم. هبدأ اضربهم كويس لحد لما الاقي الخليط بتاعي تقل معايا. هو الافضل يا بنات ده على حسب ما انا شفت واللي حصل معايا المره دي، ده اللبن لما حطيته تلج حسيت ان الكريمه كده بدأت تتقل وتمط معايا شويه، لكن لما كنت بحطها سايله بس فيها قطع تلج، يعني اللبن متلج بس فيه قطع تلج، كان بيبقى الكريمه حلوه. حطيت دلوقتي حسيت ان الكريمه تقلت خالص، حطيت معايا ربع كوبايه لبن برضو، واللبن كان مجمد، فحسيت ان بالمطه بدأت تظهر معايا، فقلت لا خلاص. حطيت ربع كوبايه ميه متلجه، يعني هي فكه بس فيها قطع تلج، فحسيت ان الكريمه بتاعتي زبطت معايا. اخدت الاسبونج كده سقيته بميه بسكر. الميه حط كوبايه ميه معاها ربع كوبايه سكر او تلت كوبايه سكر على حسب ما انت بتحبي السكر بتاعه. الاسبونج ده يا بنات ممكن ما تسقيهوش، هو اصلا طري ومش محتاج ان انت بتسقي التورت ماشي، لكن الجاتو المقدار ده بيبقى هش خالص، مش محتاج ان انت تسقيه، يعني ممكن تستغني عن الخطوه دي. حطيت كده، وزعت الكريمه بتاعتي عن طريق كيس الحلواني، وبعد كده رشيت كده على الوش بتاعه شوكولاته مبشوره. هجيب بقى الجزء التاني واحطه فوق الكريمه اللي انا حطيتها دلوقتي. هبدا اظبط كده الاسبونج
وهسقيه زي ما اتفقنا. برضو ممكن تستغنى عن الخطوه دي ما تعمليهاش. اخدت الكريمه المتبقيه معايا كده ضربتها زي ما انت شايفه بالمعلقه، علشان خاطر اي فراغات هوا تكون تطلع معايا، ما تظهرش وقت ما اجي اجلس الكريمه على وش الجاتوه. حطيت الكريمه المتبقيه كده في كيس الحلواني، وبدات اوزعها على الاسبونج من فوق زي ما انت شايفه. دي اسهل طريقه ممكن توزعي بيها الكريمه او تجلسي بيها الكريمه على الجاتوه او التورت. ابدا افرد كده الكريمه بتاعتي بالمعلقه، واي مكان الاقي فيه نقص من الكريمه احطها وافرد بالمعلقه. اجيب كده السكرابر وابدا اجلس بقى الوش بتاع الجاتوه، وكل مكان الاقي فيه الكريمه ناقصه بحط فيه ازود وامشي تاني بالسكرابر. احسن حاجه ان السكرابر بيظهر لك المكان اللي هو بيبقى ناقص فيه الكريمه. كل مره بتشيلي السكرابر من على الكريمه بتغسليه وترجعي تجلسي تاني بيه الوش بتاعه. ظبطت كده الوش بتاع الجاتوه، وهبدأ اظبط كمان الجوانب، واخد الجاتوه بتاعي احطه في الفريزر لمدة 3 ساعات او على حسب ما الفريزر بتاعك بيجمد الحاجة. خلاص كده عندي الجاتوه بتاعي اتجمد، فهعمل بقى الجناش عملناه مع بعض المرة اللي فاتت وهنعمله تاني. حطيت كده مكعبين من اللي هي الشوكولاتة طبعا دي بتاعت مطبخ يا بنات، فحطيت مكعبين كده ومعاها شوية لبن. اللبن زي ما انت شفتي كده ربع الكوباية اخدت نصها، وحطيت معاها شوية زيت ونص معلقة صغيرة كده كريمة. ضربتهم كويس مع بعض، اللبن يكون مغلي، ضربتهم كويس وبعدين صفيتهم. جبت الاسبونج بتاعي كده، هبدأ بقى اقسمه على 3 اجزاء. اخدت جزء كده منهم حطيت عليه كريمه زي ما انت شايفه كده بشكل زجزاج، حطيته في كيس الحلواني وبدات امشي كده بشكل مايل، فبيطلع معايا شكل زجزاج زي ما انت شايفه. ال الطريقه دي او التزيين ده على حسب ما انت عايزه، على حسب ذوقك انت. يعني دي اول مره ازين بالطريقه دي الصراحه، فكان اختراع، فما كنتش عارفه هو هيطلع شكله ازاي ولا عامل ايه، بس هنشوف مع بعض في الاخر. جبت اللي هو النص الجزء اللي في النص حطيت فيه الجناش بتاع الشوكولاته. وزي ما بقولك كده المفروض ان انت تحطي جناش الشوكولاته في كيس حلواني، هيبقى اسهل لك ان انت تعرفي تتحكمي فيه. زي ما انت شايفه كده بالمعلقه بصي ما بيطلعش مظبوط، لكن لو حطيتيه في كيس حلواني زي ما عملنا في التورته اللي عملناها مع بعض هيبقى حلو وهيبقى مظبوط معاكي. الاسبونج عشان والكريمه مجمده، فلما بحط الجناش او بحط عليها الكريمه فبيقفش معايا وبيجمد. دي كان اخر شويه صوص مانجا عندي فحطيتهم في الجزء الاخير. هبدا اجيب بقى السكينه بتاعتي، كنت حاطه ميه على النار بتغلي، احط فيها السكينه وبعد كده امسح السكينه بتاعتي واخد جزء يدوب من الاطراف بتاعه السبونج عشان اسوي السبونج بتاعي، علشان الجاتوه يطلع معايا متساوي. احط كل ما اجي اقطع كده جزء احط السكينه في الميه المغليه وبعد كده امسحها وانزل بالسكينه بتاعتي، ما افضلش رايحه جايه، لا يا دوب انزل كده واشيل السكينه. هاجي اقسم الاسبونج بتاعي نصين، حطيت السكينه برضو في الميه المغليه مسحتها وبعد كده نزلت زي ما انت شايفه كده، بنزل مره واحده واسحب السكينه. هبدا دلوقتي بقى اقطع معاكم الجاتوه. احط السكينه زي ما احنا اتفقنا كده في الميه السخنه، امسحها وبعد كده انزل على حسب ما انتي عايزه تعملي الجاتوه. عايزه تعمليه مستطيل، عايزه تعمليه مثلث زي ما انا بعمل كده عادي، هيطلع معاكي 4 مستطيل و2 مثلث. لو عايزه تعمليهم مثلثات يعني كلهم، هتقسمي الجزء الواحد ل3 مربعات وبعد كده تبداي تقسميهم مثلثات. الناحيه دي اتقطعت معايا، يعني واحده طلعت كبيره وواحده طلعت صغيره، بس قلت مش مهم، احنا اللي هناكل محدش هياكل. بص القطعه بسم الله ما شاء الله، الاسبونج اصلا عالي ما شاء الله، الله اكبر. هش وخفيف خالص خالص خالص، مش مستحمل. يعني لو حبيتي ان انت تجيبي القطعه دي من بره، شوفي انت هتجيبيها بكام، غير ان انت مش هتبقى طالعه معاكي بالحلاوه دي، يعني محدش هيبقى مطلعها لك بالحلاوه والجمال ده. وعلى الاقل حاجه انت عاملاها بايدك وحاجه نظيفه. حسيت ان الجاتوه كده شكله مش مريحني، فمسكت كده السكينه وبطرف السكينه كده مشيت على اخدت كده اخد من الجزء اللي هو بتاع الصوص الشوكولاته واسحب لجوه على صوص المانجا، فغير شكله خالص واداله شكل حلو. التزيين والتزويق ده على حسب ذوقك انت وعلى حسب ما انت عايزه. يعني انا الشكل اللي هو اللي انا عملته ده كنت اول مره اعمله الصراحه. فكل واحده بقى تعمل على حسب ما هي عايزه.
تمام. الجاتوه ده يا بنات بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني زي ما بقولك يقعد معاكي، ممكن يقعد معاكي بالثلاث اربع ايام في التلاجة، ما بيحصلوش حاجه، ما بينشفش، وبيبقى حلو خالص. بصي هوريكي زي ما انا عملت ازاي عن قرب. بصي بحط السكينه كده وبسحب. بصي بسم الله ما شاء الله ارتفاعه عالي خالص. الاسبونج بتاع الميه متلجه، احلى حاجه فيه انه بيطلع كده عالي وخفيف خالص خالص خالص، وجميل جدا يا بنات، جربوه مش هتندموا. على فكرة انا بعمل كمان الجاتوه بحطه في الفريزر، بيقعد معايا يعني وقت ما يجي عندي ضيف على فجأة ولا حاجة، بطلعها بتاخد مثلا دقيقتين او 3 كده، سايباها على المطبخ بتفك معايا وترجع تبقى بسم الله ما شاء الله عليه. اخدت كده قطعة، بصي زي عشان اوريكي، بصي هيبقى هش ازاي وخفيف. بصي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. قومي يلا تشجعي كده واعمليها ومش هتندمي. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك وفي الشير وسبسكرايب. اروح بقى اكمل قطعة الجاتوه بتاعتي. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.